السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في زمن الناس بتدور فيه على الشهرة والمظاهر، لسه في ناس بتشتغل في صمت، بتصحى كل يوم على الأمل مش على الشكوى. ناس مش بتتكلم كتير بس شغلها بيتكلم عنها. الناس دي هي اللي شايلة البلد على كتافها، اللي بتكافح بشرف من غير ما حد يعرف عنها حاجة. في يوم من الأيام قابلني شاب وقال لي: يا عمي اديني لله، محتاج صدقة. مديت ايدي واديت له اللي فيه النصيب، لقيته بيبصلي وبيقول لي: لا أنا عايز أكتر من كده. ساعتها استغربت، مش من طلبه لكن من طريقته. شاب في عز شبابه يقدر يشتغل، يقدر يكافح، لكن اختار الطريق السهل، طريق السؤال. الموقف ده ما خرجش من دماغي لحد ما في يوم شفت العكس تماما. ست كبيرة ماشية بالليل مع ابنها الصغير، بيجمعوا ازايز كنز فاضية من الشارع. ولما عرضت اساعدهم قالت لي: لا يا ابني، احنا مش بناخد من حد، احنا بنسعى على رزقنا وربنا كرمنا. الكلمة دي هزتني من جوا، شفت فيها معنى الكرامة الحقيقي. ساعتها فهمت ان مش كل اللي محتاج بيسأل، وفي ناس كتير بتتعب في صمت، بتشتغل بضمير، وهي دي الناس اللي فعلا شايلة البلد على كتافها. الفلاح اللي بيزرع في عز الحر، والعامل اللي بيبني، والدكتور اللي بيخدم الناس، والموظف الشريف اللي بيحافظ على القرش الحلال، والست اللي بتبيع علشان تربي أولادها بشرف. كل دول أبطال، بس أبطال في صمت. مش بيطلعوا في التلفزيونات، ولا بيعملوا شو على السوشيال ميديا، ولا بينضموا لأحزاب علشان يتقال عليهم وطنيين. دول مش محتاجين حزب سياسي، ولا محتاجين حد يوجههم. دول فهموا ان البلد بتتبني بيد كل واحد فيهم. صدقوني التغيير الصح مش هيجي من فوق. مش محتاجين رئيس جمهورية يغيرنا، ولا نائب مجلس شعبي يوعينا، ولا حتى حزب سياسي يعلمنا الوطنية. احنا محتاجين نغير من نفسنا احنا. لما نشوف حد بيعمل الصح نشجعه، ولما نشوف حد بيغلط نقول له ده غلط بهدوء وأدب. نبدأ بنفسنا ونتعلم نبص للناس دي، ونتعلم نبص كمان للنص الكوباية المية المليانة. نرضى ونحمد ربنا على اللي في ايدينا، ونقتنع ان كل واحد فينا ليه دور، ودوره مش بسيط. ربنا خلقنا علشان نكون سبب في خير غيرنا، وسند لبعض، مش عبء على بعض. اللي بيكافح وبيعرق في صمت هو ده جسر الامل الحقيقي اللي البلد ماشية عليه. هو اللي بيبني، هو اللي بيحافظ على التوازن، وهو اللي بيخلينا كل يوم نقول لسه في خير في البلد دي، ولسه في امل. وفي اخر الكلام رسالتي للناس دي تستحق
التكريم، تستحق اللي يفتكرهم ويقول لهم شكرا. الناس دي هي اللي بتشيل البلد دي على كتافها من غير صوت ولا طلب مقابل. احنا محتاجين نبص لهم بعين التقدير ونفتكر دايما ان مصر عمرها ما كانت بلد الكلام. مصر بلد الشغل والكرامة والأمل. يمكن الأمل مش في الكلام، يمكن الأمل في كل واحد فينا بيحاول بيصلح، بيزرع، بيبني ويحب البلد دي بطريقته. احنا كلنا جسر الأمل، ورغم الألم يحيا الأمل بينا كلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أحمد العشري من قناة جسر الأمل.